شايفين الجمال ده؟ دي بقى كاسات الجمال او كاسات اللذاذة. حاجة كده تحفة جدا، انا اللي مسمياها كده. هتعشقوها بجد، خاصة الناس اللي بيحبوا البودنج او بيحبوا المهلبية او حتى بيحبوا الدنت. حط لايك كده ويلا نشوف الجمال ده هنعمله ازاي. اول حاجة جبت كوبايتين كده من الحليب، بس انا طبعا الحليب ده كنت لسه غلياه وكان سخن جدا جدا، فما ينفعش ان انا اضيف له النشا بتاعي مباشرة كده. فجبت بولة وحطيت فيها معلقتين من النشا، واحط عليهم كمان معلقتين من الدقيق، واحط عليهم حوالي ربع كوبايه من الحليب وهدوبهم كويس جدا، علشان انا لو نزلت بيهم مباشره على الحليب هيكتل معايا. فدي حاجه مهمه جدا، لكن لو عندك اللبن بتاعك بارد هتستغني عن الخطوه دي وملهاش اي لازمه معاكي. هركنه بقى كده على جنب. اهو انا جبت اللبن ودوبته كويس جدا زي ما انتوا شايفين كده. هتأكد بس انه داب كده الاول كويس جدا قبل ما اضيفه للحليب بتاعي، لان الحليب زي ما قلت لكم سخن. واتأكد ان مفيش اي تكتلات خالص. تمام التمام، شايفين كده؟ حط لايك كده لو اول مرة تشوفيني، وشجعيني كده بكومنت حلو كده وقولي رأيك في الوصفة بكل صراحة. كده داب وبقى تمام، هشيله بقى كده على جنب. اهو بصوا، بقول لكم ان مفيش اي تكتلات خالص. هشيله بقى على جنب كده وهاجي للحليب بتاعي مره تانية، هحط له كده ربع كوبايه من السكر او نص زي ما تحبي الحاجه مسكره زودي السكر، دي حاجه ترجع لك انتي. وبعدين ضفت خليط النشا والدقيق وقلبته كويس جدا جدا، وهنروح بقى على البوتاجاز على طول. حاجة كده سهلة وسريعة وما بتاخدش وقت ولا مكلفة خالص. بدأت ان انا اقلب فيه على طول عشان ما يكلكعش معايا، وكمان انا حاطة حلة صاج لو سبت الحاجة فيها هتلسع معاكي وهتلزق معاكي. وحطيت كمان كده معلقة من القشطة، ودي طبعا اختيارية، يعني لو مش موجودة عندك متضيفهاش، لكن لو موجودة عندك ما تبخليش على نفسك وضيفيها. هتخلي القوام بتاعه ناعم اكتر، وهتخليه طعمه حلو قوي قوي كده وكريمي اكتر. بصوا بقى هنا الخليط بتاعي قوامه تحفة جدا وغلى كويس جدا جدا. هضيف له كمان كده باكو من الفانيليا، وهقلبه كمان تقلبتين كده كويس جدا جدا كده على النار، وخلاص كده هطفي عليه النار، وكده اول خطوة معايا او اول طبقة معايا بقت جاهزة. شفتوا اسهل من كده؟ تعالوا بينا بقى نشوف هنعمل فيهم ايه. جبت بقى انا كده بولات او كاسات او كوبايات، انا بصراحة عاجبني البولات دي، حلوة قوي قوي كده، شفافة وشكلها حلو وكمان حجمها حلو. فيها كمية معتبرة لانها تخينة، ما تتغريش يعني في شكلها كده الصغير ولا حاجة. حطيت بقى الجزء بتاعي كده، الكريمة دي كده فيها حوالي نص الكوبايات كده. وخلاص هركنهم بقى كده على جنب علشان يبردوا معايا، انا حطيتهم في التلاجة علشان عايزاهم يبردوا بسرعة. جبت بقى حلة تانية كده على النار، وحطيت عليها كده كوباية من السكر. كوباية من السكر، نص كوباية، ما تلتزميش او بمقدار معايا. هتقولي لي ازاي بقى؟ مش تتوهيني، مش بتوهك ولا حاجة، حسب برضو الكمية اللي انت هتعمليها. بس انصحك ان انت تزودي لانهم هتعجبهم جدا وهينسفوها من غير ما تشوفيها زي كده، وهتعرفي في اخر الفيديو، بس كملي معايا. هنا بقى انا هعمل هكرمل السكر بتاعي، فمش عايزاكي تحطي معلقه خالص غير لما السكر يبتدي يسيح معاكي. هنا كنت بوريك ان السكر ابتدى يتكرمل ويسيح من الجنب كده، فهنا بقى هنزل بالمعلقه بتاعتي وهبدا انزل كده السكر من على الحواف، لان طبعا الحله بتاعتي استانلس، وانتوا عارفين الاستانلس بيوصل الحراره بسرعه جدا جدا، فلازم تخلي بالك من الخطوه دي. هبدأ بقى هنا كده انزل بس السكر اللي على الحواف كده، وهسيبه بقى هو هيتكرمل كده وهيسيح كده لوحده ومفيش ادنى مشكلة. في المرحلة دي بقى انا كنت مجهزة عندي برضو معلقتين من النشا، دوبتهم كده في ربع كوباية من الحليب، علشان برضو اللبن عندي سخن. لكن لو اللبن عندك مش سخن، ايوه انتوا اكيد حفظتوا الخطوة دي، هتستغني عن الخطوة دي تماما وهتضيفي النشا للحليب مباشرة كده. بصوا بقى السكر عندي ساح وداب ازاي، وبقى كراميل اهو زي ما انتوا شايفين كده. ولونه كمان حلو قوي قوي، ما تطوليش عليه اكتر من كده علشان ما يغمقش معاكي ويبقى لونه اغمق من كده، لونه كده حلو قوي قوي كده. هجيب بقى الحليب بتاعي وهسمي الله وهنزل امسك هتلاقي كده ان الكراميل قفش معاكي كده. اوعي تسيب الحله وتجري، بصوا هيبتدي يفك لوحده من دون اي تدخلات خالص. وانا كمان بالمعلقه كده او الاسبتيوله هديله تقليبه، الكراميل هيدوب معايا ومفيش اي مشكله خالص. بصوا شايفين لسه فيه كراميل اهو ما دابش، هيدوب معايا، ما تستعجليش عليه، بقلب فيه كده واحده واحده، فهتلاقي ده كله داب معايا وما عادش فيه اي اثر للكراميل خالص، ولونه بقى تحفه كده وشبه الدانت بتاع الكراميل بالظبط، وطعمه كمان اروع واحلى بكتير.
عندي بقى الولاد بيحبوا الطبقة دي فكترتها شوية لانهم بيعشقوها. جبت بقى هنا كده الخليط النشا بتاعي وهبدأ انزل فيه، وقلتلك لو اللبن بتاعك مش سخن تقدري تستغني عن الخطوة دي تماما وتضيفيه مباشرة على الحليب. نزلت بقى كده وهفضل اقلب باستمرار لحد لما القوام يتقل معايا والخليط بتاعي يغلي كده ويتكتك معايا كده، يبقى كده هو تمام واستوى وبقى تمام التمام. لو انتي وصلت لحد هنا ولسه مش حطيتي لايك كده، انا عارفه ان انتي نسيتي، مش متعمده ولا حاجه، فانزلي كده حطي لايك كده واكتبي لنا كده كومنت حلو وقولي لنا رايك في الوصفه، وهل هي فعلا اقتصاديه ولا انا ببالغ. انا شايفاها ان هي اقتصاديه جدا يا جماعه، ما فيهاش اي حاجه بصراحه في ظل الغلا اللي احنا فيه ده، وفي ظل ان انتي لو اكلتوها من بره. بصوا بقى بتاع يتكتك معانا كده، هرفعه من على النار ويلا بينا بسرعه على البولات. طلعت بقى البولات بتاعتي، انا كنت حطاها في التلاجة لان الجو حر جدا جدا علشان تتماسك معايا بكل سهوله. هجيب بقى كده مغرفه او معلقه كبيره، وهبدا كده اسمي الله وانزل بالطبقه التانية كده على طبقه المهلبيه بتاعتي زي ما انتوا شايفين كده. الله على الجمال، شايفين بقى الجمال؟ منظر بجد تحفة، منظر يستاهل ان انت تحطي لايك. وشيري بقى كده الوصفه لكل حبايبك اللي انت بتحبيهم او اللي انت بتعزيهم. بصوا بقى الطبقات شكلها عامل ازاي. طبعا انا مكتره الطبقه اللي فوق شويه علشان الولاد بيحبوها جدا. انت تقدري تعملي العكس او تعملي النص بالنص زي ما تحبي، دي حاجه اختياريه. زي ما قلت لك كل وصفتنا النهارده المقادير فيها اختياريه. هي سخنه جدا انا بقول لكم فمش عارفه امسكها، ولسه كده سخنه مولعه بس شكلها تحفة. تعالوا بقى نشوف ايه الكارثة اللي حصلت. انا بس كده هحب ان انا قبل ما ادخلها التلاجة هحط لها كده شوكليت شيبس او اي حاجة ممكن تعملي لها، مثلا فورماسيلا ملونة ممكن تسيبيها زي ما هي مش محتاجة تزيين او اي حاجة خالص. وهدخلها التلاجة. انا دخلتها التلاجة وتعالوا بقى بعد كده علشان اجيبها عشان اصورها لكم بعدها بساعتين لقيتها بألف هنا وشفا اتاكلت. اه والله اتاكلت. فانا هنا كنت بوريها لكم وملحقتش اوريها لكم لما بردت يا حبايب قلبي والله. بس انتوا بقى لك تتخيلوا طعمها بقى، يعني بصوا ما قعدتش. لازم تجربوها وتقولوا لي رايكم فيها ايه. دمتم في حفظ الله والسلام عليكم.